ازيكم؟ احنا في اليكسير بنسعى للاستشفاء والتعافي. بنحاول نوصلك لاستعادة توازنك الداخلي خطوة خطوة، وعشان كده بنعمل بنستضيف عدد من الأطباء المتخصصين في تخصصات كتيرة قوي. والنهاردة بيشرفنا الدكتور عصام الطوخي، أستاذ جراحة العيون جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لتجميل العيون. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، واهلا بكل الساده اللي بيشاهدونا بقى وهيشاهدونا على المواقع وعلى المنصه باذن الله. أول سؤال بيجي في بالي كده، أنت حضرتك ليه اخترت تخصص العيون؟ اقول لحضرتك اولا التجارب الشخصيه واثناء يعني الصغر لها دور. يعني انا الوالده مرت بتجربه وانا طفل وعملت عمليات في عينيها، وكان ده يعني موضوع موجود في البيت اثناء الطفوله واثناء النمو، فاكيد ده لعب دور كبير. الشيء الثاني ان تخصص العيون من التخصصات اللي بتجمع اغلب المهارات اللي موجوده في الطب. يعني بتجمع التشخيص، بتجمع الجراحه، بتجمع الليزر، بتجمع الميكروسكوب والريسيرش والابحاث. في تخصصات اخرى جراحه بس او باطنيه بس. الطب وجراحه العيون كده طب وجراحه، فشامل كل المهارات بتاعتها. يعني عايز حضرتك تقول لي إنه طب وجراحة العيون من التخصصات الصعبة ومحتاجة. واللي يعني الناس كلها بتحاول ان هي تاخدها وتشتغل فيها. ده معنى كده إن حضرتك كنت متفوق. ده ليه علاقة بالتقدير في اكيد طبعا. احنا كليه الطب والى الان الحصول على التخصص بيتم من خلال ما يشابه مكتب التنسيق في الثانويه العامه، فبتمشي بالترتيب. فبالتالي طب جراحه العيون دايما اللي بيحصلوا عليها او بيشتغلوا بيها هم الاوائل الدفعه. طيب مع التطور التكنولوجي، أنت حضرتك شايف جراح العيون موقفه إيه بقى من التطور التكنولوجي؟ يعني هل الذكاء الاصطناعي أو استخدام الروبوتات ممكن تخلّينا يعني ما ناخدش أو ما نستعينش بالجراح أو نستغنى عن الجراح؟ ابدا. ليه؟ لان الطب احنا بنقول عليه سبجكتيف يعني شخصي. يعني مهما كان مفيش واحد زي التاني، مفيش عين زي التانية. الطب بيحط لنا القواعد العامة، لكن الطبيب هو بقى اللي بيطبق هذه القواعد ويصيغها ويبورها بما يناسب المريض اللي قدامه. اقول لحضرتك زي ما حضرتك قلتي، انا كمان مش بس في جراحة العيون، انا متخصص اكتر في تجميل تجميل العيون العيون، ما إحنا والجفون. مفيش جفن زي التاني ابدا على مستوى العالم. فعلًا. فاحنا عندنا رولز بتبقى قواعد عامه، اطار عام، لكن لازم بقى انا اصيغ هذه الاطارات في حاجات محدده وخطوات معينه تناسب هذا الجفن بالذات. وبالتالي لا يمكن طول ما التخصص تخصص فردي شخصي سبجكتيف، لازم الدكتور هيفضل هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره. الحاجات الثانيه هتساعده طبعًا، تسهل له. بس أنا يعني خدت بالي إنه حضرتك تجميل العيون، يعني معنى كده إنك أنت بتشارك جراحة الجراحين بتوع التجميل في الشغل بتاعهم، ده صحيح؟ لا، ده دلوقتي احنا اللي بنعمل الشغل وهم اللي بيحاولوا يشاركونا، لان تجميل العيون اشتق من جراحه التجميل العامه وضم الى العيون من منتصف السبعينات، يعني بقى لنا حوالي 40 50 سنه. ليه؟ لاني برضو الجفن له طبيعه خاصه جدا وتركيب تشريحي خاص جدا، فبقى اللي متخصصين فيه بتوع العيون اللي بياخدوا التجميل زياده. مثلا زمان كان عمليات مثلا انتفاخات حوالين العين والبوكيتس الجلد الزياده، والجلد الزايد، كان كله بيتعمل من الخارج بفتح وقص. دلوقتي احنا عشان احنا عارفين تركيب الجفن بالظبط ومهام وصفاته، بنعمل الكلام ده كله من داخل الجفن من جوه، غير ما يبقى في اي جرح خارجي ولا وبالتالي وده بقى القاعده في العالم كله، ان النهارده تجميل العيون والجفون تخصص عيون تابع لجراحه العيون. طيب لو قلت دايما الدكتور بيبقى عنده يعني حالة صعبة قوي أو حالة مؤثرة،
تفتكر حاله كتيرة اثرت جداً. فيك؟ اكترهم الاطفال الصغيرين اللي بيبقوا عندهم عيوب خلقيه ويتعالجوا ويبداوا يعيشوا حياه طبيعيه، ثم يجوا لي لما يكبروا. مثلا واحده جت تعزفني على فرح بعد ما الله. كانت بعد 15 سنه من كان عندها ايه يعني؟ كان عندها عيب خلقي في تكوين الجفن، كان في جفن مش مكون تماما، وعملنا 3 4 عمليات لغايه ما عملنا لها جفن برموش بشكل جميل. وبعدين فاجئ انها بعد 15 سنه جايه تعزمني على فرح. الله. شيء يعني ما اقدرش اوصف لك بقى السعاده زي كده. ان تلاقي بعض الامراض العيوب الخلقيه اللي في العين وراثيه. فمثلا عندي 3 4 عائلات الاب والام او واحد منهم جه وبعد 20 سنه جاب لي ابنه. طبعا يعني زي مثلا ايه الامراض الوراثيه؟ زي الحول مثلا؟ الحول في جزء وراثي، تكوين ارتخاء الجفون ده واحد من اشهر الامراض الوراثيه، تلاقي الاب والام. وده يعني محتاج ان احنا نعمل عمليه؟ طبعا لان هو بيحجب جزء من الرؤيه، فمش بس بيأثر على العين، ده بيأثر كمان على نمو مركز العين اللي في المخ. ودي النقطه اللي بنحاول نشرحها. انا يمكن الموضوع ده عشان متخصص فيه، انا عامل بعض الكتب موريها لحضرتك حتى منها باللغه العربيه، جمال العيون. جمال العيون. في جزء خاص يشرح الحكايه دي للاهل. يعني الكتاب ده معمول، ده سنه كام بقى اتعمل؟ الكتاب ده معمول 2004. ياه كتير قوي. انا كبير يا فندم. احنا على فكره ما تعرفناش على حضرتك اكتر، عايزين برضو هتعرفنا على حضرتك. ف ده موجه للمريض بلغه عربيه مبسطه عشان تشرح. في بقى حوالي 4 صفحات بيشرحوا انا ليه لازم اعالج عيوب الجفون والطفل اثناء النمو قبل دخول المدرسه، علشان ده بيأثر على نموه، على استيعابه، على نظره، وعلى فهمه. المخ بينمو على قد كميه المؤثرات اللي بتوصل له. فكل ما قللت المؤثرات، سمع او رؤيه او احساس، كل ما نمو المخ قل. عشان كده مثلا كان من ضمن الكلام اني ليه حفظ القرآن مهم قوي في الأطفال؟ لأن القرآن يضم مفردات أكتر من 50,000 كلمة. القرآن يضم حوالي 7,000 كلمة. فمفردات حوالي 50,000 كلمة. بدون القرآن في حياتنا العادية ما بنستخدمش مفردات أكتر من 5-6,000. تخيلي مثلا كمبيوتر ساعته 50,000 وكمبيوتر تاني ساعته 5-6,000. طبعا في فرق شاسع، فرق كبير جدا. وبالتالي المؤثرات البصريه بتلعب دور هام جدا في نمو المخ اثناء مرحله. حضرتك بتقول انه في تخصص او في ناس بترفض العلاج رغم انه العلاج ده بيوصلها للشفاء والتعافي. عدم تقبل الاسلوب العلاج، زي ما مثلا مرض جفاف العين بيصيب نسبه كبيره من ده بيحتاج تغير سلوكيات، تغير صحيان امتى وانام امتى، اكل امتى، اتعرض للشاشات قد ايه، اخرج البس نظاره شمسيه ولا ما البس. دي كلها سلوكيات غير طبيه، يمكن ما هياش دوائيه يعني، ولكن مطلوبه للعلاج. بعض الناس بيرفضوا هذا الكلام. لدرجه انا هقول لحضرتك يعني مثلا اثناء فتره الكوفيد لما ما كانش في شغل، انا استغليت الفتره دي وعملت كتاب. ده كتاب عن تجميل العيون وامراض العيون، وده كتاب دولي. ده 2022. والحمد لله ان الى الان هو اكثر كتاب في تجميل العيون مبيعا وقراءه على مستوى العالم كله. اكثر من 40,000 قراءه له. طبعا قراءه يعني متخصصه طبعا للدكاتره متخصصين طبعا. ده كتاب علمي، مرجع علمي. لاول مره عملنا فيه فصل كامل عن تقبل المريض للعلاج واساليب العلاج، وازاي ان عدم التقبل ده اصبح مرض نفسي. يعني احنا بنقول دلوقتي للدكاتره الصغيرين لما تلاقي المريض مش ملتزم، مش دورك بقى ولا وظيفتك ان انت اللي تضغط عليه او ده لازم يعالج نفسيا اولا. يعني ايه تقول له روح لدكتور نفسي؟ بنحولها بطريقه في يعني طرق ابسط من كده. وبنديله زي كويشنير، زي شيء يرجع اليه ويحس بالفرق ما بين اذا لو اتعالج هيحصل ايه ولو ما اتعالجش هيحصل ايه وتقبله. انا هحكي لحضرتك ان احنا عندنا مريض عمل في عيونه 23 عمليه لانه مش قادر يتقبل يلبس نظاره، انه يلبس نظاره او انه 23 عمليه، وسجلناه
وده عمل عمليات ايه؟ نوعها ايه يعني؟ كل ما تتخيليه، من اول التشريط للعدسات لاستخدام الليزر. وده سليم يعني؟ ده لا سليم؟ طبعا، ده نفسيا غير سليم، ويروح من دكتور لدكتور ويصر ويطلب. ففكره التقبل، فكره القنوع، يعني احنا بنقول مثلا بنتعلم في التعليم الطبي ان الطب 3 اعمده رئيسيه: عمود العلم، النوليدج، ايوه، المعلومات دي اللي محتاجه مذاكره وشغل. عمود السكيلز، المهارات، خلاص. لكن في عمود ثالث الناس هو الاتيتيود. الاتيتيود يعني الشخصيه والانفعالات والتقبل والصبر، وحتى يعني الحديث بيقول انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خير. لما المريض بيكون راغب في الشفاء بيبقى قطع 50% من الشفاء. لما المريض يكون عنده افكار مش سليمه، ودي طبعا هيجرنا الى الانترنت والارتفيشال انتليجنس وجوجل، ان المريض يدخل ويفتكر انه لو قرا كلمتين. لا، وكمان يجرنا للذكاء الاصطناعي. الناس دلوقتي بيكلموا الذكاء الاصطناعي وبيعرفوا منها معلومات، ورغم ان ممكن تبقى المعلومات غلط في غلط. تماما خطأ تماما. زي ما قلنا الطب هو شيء شخصي، ما فيش مريض زي هو في واحد شكل التاني، في واحد طول التاني، وزن التاني. يبقى ازاي نتوقع ان كل واحد هيتعالج بنفس العلاج؟ وتلاقي المرضى يسالوا هو عمليه الميه البيضاء يا سيدي الفاضل، عمليه الميه البيضاء عند حضرتك غير عند اخوك، غير عند والدك، غير عند جارك، غير عند صاحبك، غير عند المريض الامريكي، غير عند المريض الصيني. وبالتالي الطب هو علم شخصي، علم سبجكت، يعني لكل شخص على حد، عشان نقدر نوصل لافضل نتيجه ممكن. لكن الطب اللي هو يعني انا اسف في التعبير، طب الجامعات كده، طب القوافل، ما يبقاش ما يوصلناش للنتيجه السليمه. طب يعني تقول ايه باعتبارك عميد جامعه باديه، تقول ايه للطلبه اللي داخلين طب وناويين يدخلوا التخصص بتاع جراحه العيون؟ مع بدايه العام الدراسي قلت لهم ان الطب مش بس مهنه، الطب اسلوب حياه. اسلوب حياه اكون متوقع فيها ان انا هبذل مجهود كبير، ان انا مش هتوقف عن العلم والدراسه طول العمر. انا يعني مهما وصلت النهارده من سن او لازم تتابع، لازم، مش هقول لحضرتك يوميا بمعنى الكلمه كده، قبل ما انام كل يوم لازم اقعد نص ساعه اشوف ايه اللي حصل النهارده، ايه الجديد، ايه التطور. يعني التطور ممكن بيبقى بشكل يومي بصوره جدا، في الادويه، في انواع القطرات، في تحديثات الاجهزه اللي بتحصل كل شويه. طبعا فانا بقول الطب اسلوب حياه. لو انت جاهز ومستعد لهذا انت هتنجح، وهيديك الطب كل ما تتمنى. هيديك راحه نفسيه كبيره جدا، هيديك حب الناس وتقدير الناس. الطبيب طول عمره الناس بتسميه عندنا ايه؟ حكيم. صحيح. لذلك فلو انت مستعد وراضي وقانع انك هتبقى حكيم، يبقى الطب هو افضل مهنه ممكن الانسان يقوم بيها ويشتغل. طيب يا ترى في مثلا حضرتك اثناء داخل العمليه، يا ترى في روتين بتعمله؟ يعني ازاي بتدخل في العمليات تحديدا العمليات الكبيره؟ قولي بتستعد ازاي كده؟ وده على طبعًا فكره طبعا يعني الواحد بيبدا بانه يطلب من ربنا التوفيق ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم قبل ما بدخل بكون يعني محضر التصور او السيناريو بتاع العمليه هتمشي ازاي، وابص فيه واراجعه، لان الواحد ممكن يغلط او ينسى. خلاص، ثم افصل بقى عن اي شيء اخر. يعني لازم الغي من تفكيري بقى، اقفل التليفونات ومحدش ما تفكرش في اي مشاكل او حاجه. اي شيء لازم الغي التفكير ده، بحيث ان انا احول نفسي الى اني انا كاني بقى مكنه روبوت شغال على هذا المريض، مش ما بيفكرش في اي شيء اخر. وزي ما حضرتك قلتي لازم يبقى دايما قدامي ان هذا انسان حياته متعلقه بيا، نظره متعلق بيا. وبعدين اصل الغلطه متهيالي فيه ايه، بيقولوا التخصص بتاعكم الغلطه بفوره. يعني اي حاجه ممكن تاثر على فقدان البصر اكيد. واحنا بنحاول نتخذ كل طبعا الاجراءات الطبيه السليمه، على اساس ان احنا نقلل ونمنع حدوث هذه الاخطاء، وفي الاخر ربنا يشفي. ولذلك برضو المريض له دور.
يوم العمليه ده يوم مقدس. هو كمان لازم يكون تديله تعليمات طبعا، ومطبوعه وورق، ازاي يكون هادي، ازاي يكون متقبل، ازاي يكون مقتنع ومسلم نفسه لربنا اولا، لكن للطبيب اللي هو اختاره ووفق في اختياره علشان الامور تمشي بسلاسه. طب يا ترى يعني حصل مثلا انك انت حصلت عمليه يعني جرت على غير توقعك، يعني فشلت وانت قدامك انك هتبلغ المريض بالنتيجه، ازاي بقى تجيبها كدكتور؟ وده طبعا جزء من الشغل طبعا بتاعنا. ومش بس ان العمليه تفشل، هناك بعض الامراض اللي ما يعني العلم بتبقى مديهم يعني بتقول لهم مثلا طبعا. العمليه من مثلا 70% كمان وان في احتماليه ان ربنا ما يوفقش، وان ما نستجبش العلم ما تستجبش للعلاج، او ان العمليه ما تحققش النتيجه المرجوه. طبعا يمكن لو ده في عين واحده الامر بيبقى اخف كتير، لكن المشكله لو ده في العينتين الاثنين، ساعتها بيبقى محتاجين يعني مش بس انا والفريق المعاون كله، ازاي نوصل هذه المعلومه للمريض، نفهمه ان هناك اشياء اخرى في الحياه نقدر نستعيد بيها، وان يعني ربنا ارحم من انه يخلي كل واحد معتمد على شيء واحد بس، ان الباب العلم دايما مفتوح، ولو النهارده احنا وقفنا عند نقطه معينه، لكن في امل ان بكره نتقدم ونتطور احسن. دلوقتي طبعا عندنا الخلايا الجذعيه، دلوقتي عندنا الجينات، العلاج الجيني للاطفال اللي كان عندهم امراض وراثيه في العين زي العمى التلوني، في علاج جيني هايل دلوقتي بدا بعض يتجرب لسه يعني لا مش وبدا في مرضى ده على مستوى مصر ولا العالم؟ على مستوى العالم، على مستوى العالم كله. في علاج لجفاف العيون حديثا لسه نازله، دي بتبقى وراثه؟ جفاف العيون دي وراثه؟ جزء منه متعلق بالوراثه وبالهرمونات، وبالتالي ده برضه بيربطها بالوراثه. في النهارده قطرات حديثه جدا لجفاف العيون، في قطرات اللي بتعالج طول النظر اللي بيحصل عند الناس اللي بعد سن ال 40. اغلب الناس بعد سن ال 40 تحتاج نظاره قرايه، بالظبط. بقى في قطرات تقدر تعوض ده، وبالتالي احنا دايما بنقول للمريض احنا ما عندناش نهايه، ما فيش حاجه، احنا عندنا دايما حاجه وصلنا لها النهارده حاله، لكن بكره يعني بتديهم امل. وهو ده الحقيقي يا فندم. يعني طب مريض العيون ممكن يموت في العمليه مثلا او مهدد؟ يعني انا اعرف انه اي تخدير سواء موضعي او عام وارد ان يؤثر على بقيه الاجزاء. لا قصدي اقول مثلا ارتفاع في ضغط دم العين فجاه او عاده لا ما بيؤديش للوفاه خلاص، لكن التخدير هو قد يلعب دور فيه، لكن يؤدي الى مضاعفات اخرى، نزيف، انفصال في الشبكيه، تحرك للعدسه، عدم التئام للقرنيه او لانسجه الجفن. فالسكر، ضغط الدم المرتفع، امراض سيوله الدم، الحاجات دي كلها لازم بتبقوا عارفينها قبليها اكيد، نعرفها ونحللها ونعالجها. الغده الدرقيه، تاثير الغده لها تاثيرات، اغلب الناس عارفه ان لها تاثيرات شديده على العين، فكل الامور دي لازم تكون الاول مدروسه ومتعالجه ومحطوط لها بلان او خطه في برنامج العلاج. طيب بالنسبه لك كدكتور عيون بتعمل عمليه الليزك، حضرتك ليه لابس نظاره وما عملتش عمليه ليزك؟ علشان المقاسات. ازاي؟ الليزك يعني الليزك ما ينفعش لاي واحد لابس نظاره، هو ينفع لمقاسات محدده من النظارات. يعني انا بنتي عاملاها، يعني لو ده يطمن حضرتك يطمن المشاهدين، لان مقاساتها ينفعها الليزك، لكن في مقاسات ما ينفعهاش الليزك. طب في دكاتره ممكن تعمل العمليه من غير ما يعني بلا ضمير بقى، او يعني اي حد؟ ما اقدرش طبعا اقول كده، بالعكس الدكاتره من كتر ما بنشوف احنا ارق خلق الله واكثرهم رحمه وتعاطفا من كتر اللي شفناه. للاسف انا عارف ان في، ومش عارف ليه ده حصل في المجتمع المصري، في تصور وتشبيه للدكاتره بان هم بيسرقوا الاعضاء، وده شيء غير قائم ابدا، زيرو، ما فيش حاجه اسمها كده، ان هم ما بيعملوا حاجات مش مفروض تتعمل، واصلا ما ينفعش، ولما يعملها مره وبعدين هيحصل ايه بعد كده؟ ما ينفعش. ده للاسف اعلام والسوشيال ميديا بتشوه صوره
مهنه هي يعني مهنه مقدسه رحيمه بالناس على مختلف كده. في العالم كله محدش بيعمل كده في دكاترته للاسف زي ما الاعلام المصري بيعمل في ترى في تمارين معينة ممكن الدكتور يقولها للمريض علشان يساعد على التعافي من أثناء العمليات بعد العمليات الجراحية؟ في بعض العمليات، في بعض عمليات الحول، في بعض عمليات الجفور، بعض عمليات حتى القنوات الدمعيه بيبقى في تدريبات او حركات معينه بنطلب من المرضى ان هم يعملوها علشان تساعد على التعافي. بعض عمليات الشبكيه بيبقى في بنطلب من المريض انه يخلي راسه في وضع معين علشان الشبكيه تلتصق فيه. وبالتالي طبعا احنا بنحاول نستغل قوانين الفيزياء والهندسه في ان احنا نساعد على سرعه التعافي والشفاء. وده يمكن بقى المنصه الإليكسير تلعب ان شاء الله كبير باذن الله. طب يعني حضرتك تقيم مريض العيون بانه مريض صعب يعني لأهمية العين. يعني احنا بنقول صعب الارضاء طبعا. العين هم جوهرتين، وبالتالي الحفاظ عليهم مين يقبل او يرضى او يستحمل انه يفقد نعمه البصر. وبالتالي طبعا مريض العيون من اصعب انواع المرضى. اخر بقى سؤال، لو انت ما كنتش جراح عيون كنت نفسك تبقى ايه؟ تخصص تاني؟ اعلامي. دي حاجه يعني حاجه تشرفنا طبعا. لكن لا طبعا الاعلام وتاثيره، وطبعا دلوقتي مع السوشيال ميديا انا كطبيب ممكن اغير حياه فرد او اثنين، لكن حضرتك كاعلاميه انت تقدري تاثري في الملايين في ثانيه وبكلمه وبلحظه. وبالتالي الاعلام خطير جدا. انا بشكر حضرتك يا فندم على وقتك وعلى العلم والكلام الحقيقي اللي كلنا استفدنا منه، واعتقد ان شاء الله كل اللي بيشوف اللقاء يستفيد منه، وان شاء الله نلتقي بيك في حاجات تانية وفي لقاءات تانية عديدة ان شاء الله الفترة الجاية. يعني وتكون بقى من داعم لمنصة إليكسير ان شاء الله. المنصة انا متأكد يا فندم باللي انا شفته لحضرتك والزملاء عرضوه هتبقى لها دور كبير وتأثير فعال بإذن الله على المجتمع المصري والمجتمع العربي ككل. شكرا يا فندم. بعد الحوار الحلو ده مع دكتور عصام انتظرونا ان شاء الله في حوارات كتيرة جاية في كل التخصصات وعلى منصة إليكسير، ودايما هتلاقوا عندنا طريق التعافي والاستشفاء. شكرا.